بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي. اليوم إن شاء الله راح نتطرق لموضوع تلقيح الأزهار، تلقيح صناعي لكن بالملقط، باستخدام ملقط طبعا مو بالفرشات مثل المقطع السابق. عندنا هنا صبارتين نوع كابريكون بافلو، أشواك بافلو أو بفالو. أول خطوة نقوم بها طبعا باستخدام ملقط بهذا الشكل، يكون ناخذ حبوب لقاح للزهرة بهذا الشكل، ونضعها على ميسم الزهرة الثانية. نكرر هاي العملية عدة مرات يعني إلى أن نشوف أنه الميسم صار عليه كمية كافية من حبوب اللقاح بحيث نضمن تلقيح الزهرة. طبعا هي الطريقة هاي أضمن من التلقيح بالفرشات، خاصة الأنواع اللي قليل بيها حبوب لقاح تكون. أيضا الزهرة الثانية بنفس الطريقة، ناخذ حبوب لقاح من زهرة نخليها على الزهرة الثانية، لأن هذا الأستروفايتوم عموما حسب التجربة وحسب تجارب يعني الأقدم من عندنا بهذا المجال، أنه ما يتلقح ذاتيا. شيء نادر كلش أنه يتلقح ذاتيا، يتلقح لازم من نبات ثاني. يعني حتى إذا النبات بيه أكثر من زهرة ما ينجح التلقيح بيه، لازم أكو نبات ثاني نلقح من عنده. وهاي أنواع يعني إحنا لضمان نجاح تلقيح حاليا بذورها عزيزة تكون، لأن هي أنواع نادرة في بلادنا، فنطمح أنه نحصل من عندهن على بذور، وأن قطع قليلة طبعا، لأن احنا زرعناها مثل ما تعرفون من بذور مستوردة وصارت عندنا، لذلك نطمح أنه نكاثر هاي الأنواع أو ناخذ من عندها أشكال جديدة، لأن تعرفون هو التلقيح الخلطي يعطي نتائج يعني أحيانا تكون سلبية وأغلب الأحيان تكون إيجابية، أنه مثلا تطلع فاريجاتا أو يطلع فد نوع بفالو ماله يعني أشواكه تكون أسمك وأكبر أو أقصر. هذا الشيء اللي نطمح له. أرجو أن أكون وفقت بتقديم هذه المادة. تقبلوا تحياتي، أخوكم وليد السامرائي. شكرا جزيلا لكم.